رامي رامي ربيعة، انت فين يا رامي؟ رامي هنا يا جماعة مش موجود ولا ايه؟ رامي ربيعة فين؟ انا بدور عليه مش لاقيه. شوفوا هناك كده. انت فين يا رامي؟ رامي ربيعة ماشي يا رامي حبيبي. رامي ربيعة طبعا رفض انه يجدد عقده مع النادي الاهلي، وفكر نفسه انه بقى نجم، وفكر نفسه انه بقى لعيب، وفكر نفسه انه بقى مدافع. ده بقى الاهم، ده بقى الاهم واللي لازم نقف عنده يا حضرات. رامي ربيعة بيفرض تمام عقده على اداره النادي الاهلي. يعني رامي ربيعه، يعني لو حد تاني في مستواه وحد فعلا يعني يستحق، ممكن نطلع ونقول ماشي عادي يا جماعه، ده نجم وراجل يعني بسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا، فانتوا لازم تشوفوه. انما رامي ربيعه اللي بيقول لك لو مش عايز تشجعني ما تشجعنيش على الاقل الفتره اللي انا فيها في النادي الاهلي. انت فاهم؟ بيقول للمشجعين وبيقول للنادي الاهلي تمام، وبيقول لجمهور النادي الاهلي لو مش عايز تشجعني على الاقل ما تشجعنيش الفتره اللي انا موجود فيها. يا اخي قسما بالله والله العظيم انا لو عليا والله العظيم انا ما انا مش عايز، يعني انا مش عايز اشجع النادي الاهلي طول ما انت موجود، بس غصب عني انا كراجل اهلاوي يعني، واهلاويتي يعني تمنعني ان انا يعني خلاص عادي، انا ممكن انت موجود في المباراه انا مش شايفك عادي، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله عادي؟ احنا بنلعب 11 لعيب عادي يا عم، خلوهم 10، ايه المشكله يعني؟ مفيش حد عندنا في الدفاع، ومفيش حد، والدفاع زي القرف وزي الخرا وزي النيله، وعادي الباشا طالع بيتشرط على النادي الاهلي وعايز يروح بيراميدز وبتاع، انت فاهم؟ ولكن بقى يا جماعه اللي انا مستغرب له اقسم بالله انه مؤخرا بدانا نشوف، يعني مؤخرا والله العظيم، ودي يعني حاجه ملحوظه جدا جدا، ان بدانا نشوف مؤخرا في النادي الاهلي، بنشوف كباتن النادي الاهلي اللي المفروض ان هم كباتن وخلاص وبيشطبوا كوره، بنشوف ان هم خلاص لما بيلاقوا ان هم خلاص شطبوا ما عندهمش حاجه يقدموها، خلاص بيبدا بقى يشترط على النادي الاهلي ويشترط على الاداره، وانا عايز وانا عايز وانا. طب على ايه ده؟ انت في عز مجدك انت ما عملتش اللي انت بتعمله ده، انت جاي وانت بتشطب وانت اصلا يعني زمان، يعني انت مش من دلوقتي انت متشطب، لا انت مشطب من زمان، ولكن انت بتختار التوقيت اللي انت خلاص مشطب فيه وجاي تشرط على النادي الاهلي. يا مدافعي، يا مدافعي، يا اللي واقف لي في الدفاع بسم الله ما شاء الله، انا عندي اقوى خط دفاع في النادي الاهلي حاليا. انت فاهم؟ انت ايه؟ انت مش حاسس باللي انت عامله يعني؟ انت مش شايف الكوارث اللي انت مأديها في الدفاع يعني؟ ولا انت ايه يعني؟ وانا اشك ان النادي الاهلي، او اشك ان اداره النادي الاهلي لو هتقعد مثلا مع لاعب زي كده عشان خاطر تجدد له، هي بس هتقعد معاه بس يعني ايه يعني، هنقول مثلا عشان هو مثلا ايه يعني قعد شويه في النادي الاهلي وقعد ليه فتره ومعاه بطولات بس، يعني انت اللي انت لو على لعبك وعلى ادائك في الملعب اقسم بالله العظيم ما يقعد معاك عم حارس يعني يتفاوض معاك على العقد الجديد يعني. انت فاهم؟ عشان بس تبقى واصله لك المعلومه بس من جمهور النادي الاهلي. انت واخد بالك؟ فانت حضرتك يعني بتتشرط على ايه يعني؟ انا عايز اعرف يعني انت تحمد ربنا ان النادي الاهلي يعني بص للعقد بتاعك وحب ان هو مثلا يعني ايه يهندلك كده ويظبطك كده ويخليك يعني ايه مدافع زي الفل، وانا انت فاهم؟ بالك انت يعني يا رامي ربيعه انت بناء على ايه يعني بتتشرط على النادي الاهلي؟ معلش انا بس يعني انا نفسي اجيب كورس واقعد قدام رامي ربيعه كده اقول له اتفضل يا رامي بيه، تعالى يا محترم رامي بيه، تعالى اتفضل يا باشا. حضرتك انت مثلا هتاخد في العقد ده او ليكن يعني هتاخد شيلن يعني حضرتك، لا والله يا باشا انا هتلاقيه بقى قاعد لي بقى كده وحاطط رجل على رجل، لا والله انا عايز ريال وعايز وقت. والله العظيم قسما بالله لو واقف قدامه والله العظيم لا باللي قدامه هديله. طب ما انت اعمل ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ وايه القرف ده؟ ليه القرف ده يعني؟ بصراحه يعني انا مش فاهم يا جماعه، انا مش فاهم كباتن النادي الاهلي يعني بيجوا مؤخرا كده في اعتزالهم وتحس ان هم خلاص بقى بتبدا تخيب منهم ولا بتشيع منهم، زي شفنا احمد فتحي وشفنا عصام الحضري وشفنا رمضان صبحي وشفنا عبد الله السعيد. دي كانت بلاوي، دي كانت ليله زرقاء حضرتك والله العظيم، كانت ليله زرقاء فعلا حرفيا يعني. فبصراحه يا جماعه من الحاجات اللي فعلا استفزتني وخلتني يعني انا بصراحه بصيت يعني ايه يا عم رامي ربيعه يا جدعان مش عايز يجدد للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي يعتبر في يعني بيعيش احلى فتراته الايام دي، واي لاعب خلق ربنا يتمنى انه يجي النادي الاهلي عشان بس يشارك في كاس العالم للانديه ويشارك في بطولات النادي الاهلي. يا جماعه حاجات كتير اقسم بالله. تخيل بقى ان ده مش عايز يجدد للنادي الاهلي عشان خاطر يعني يعللوا فطبعا العقد الجديد بتاعه، والاستاذ طبعا مش انسى بقى اللي هو انت فاهم هنديك ساعه بقى ونطلع بقى، لا ده ما ياخدش ساعه يعني. انت مع رمضان الصبح قلت له بقول لك ايه يا ابني، انا هديك نص ساعه جميله كده ولا هديك ساعه جميله كده تفكر فيها وترد علينا، انت فاهم؟ ده بقى اقسم برب العزه ده ما اقول لك على حاجه، انت حرام تديله دقيقه والله العظيم. رامي ربيعه ده حرام تقول له هديك دقيقه تفكر فيها وبعد كده ترد عليا. انت المفروض واحد زي ده اقسم بالله يا اتوكل على الله يلا هي جت منك بقى ايه وبس سلامه. وتشوفوا لنا يا جماعه مدافعين حلوين قسما بالله عشان دفاع النادي الاهلي
والله العظيم ما يطمن، اقسم بالله ما يطمن بالمره. وهو ده اللي احنا ذكرناه الحلقات اللي فاتت، وقلنا يا جماعه ان دفاع النادي الاهلي مباح، انت فاهم، ما فيش مدافعين. فالكابتن رامي ربيعه انت يا باشا عقل كده وخلاها طيبه، خلاها طيبه حلوه كده، انت فاهم يعني الدنيا خربانه وبلاش بقى، بلاش نفتح في حاجات ملهاش لازمه. بلاش يا رامي انت تتكلم يا رامي، بالله عليك يا رامي، ما توديناش في داهيه يا رامي. كفايه ان احنا ساكتين يا رامي، ما تصحيش اللي جوانا يا رامي. يخرب بيك كده يا رامي، زهقت امي يا رامي. السلام عليكم يا جماعه.